السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. أول شيء ببارك وأهني النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي للفوز الكبير بنتيجة 2-0 على طلائع الجيش. طلائع الجيش من الفرق دايما اللي مبارياتها مع النادي الأهلي تبقى مباريات مثيرة وحماسية لآخر الدقايق. النهاردة شفنا تشكيلة جديدة جدا على النادي الأهلي. مستر كولر فاجئنا بمجموعة كبيرة ومجموعة جديدة من اللاعبين المتواجدين دايما على دكة الاحتياط بالتواجد بالتشكيل الأساسي للمباراة. ده طبعا كان سببه راحة اللاعبين الأساسيين لمباراة القمة، مباراة قمة ونهائي دوري أبطال إفريقيا. أتمنى طبعا حضور يكون على أعلى مستوى. لحد دلوقتي الكلام اللي اتقال إن الجهات الأمنية وافقت على 20,000 مشجع للمباراة. أتمنى طبعا النادي الأهلي إنه يعني يبدأ كده يعمل إجراءاته والموضوع يزيد شوية، لأننا نتمنى دايما إن الاستاد القاهرة سعته حوالي 70,000 متفرج، وهيكون شيء عظيم وشيء كبير جدا لو كان بالسعة الكاملة في هذه المباراة. نرجع لمباراتنا اليوم. طلائع الجيش، النادي الاهلي كولر فاجئنا بتغييرات شامله من حراسه المرمى وخط الدفاع ومنطقه نص الملعب. شفنا النهارده في منطقه نص الملعب تواجد قفشه بشكل اساسي بقاله فتره بيتواجد على دكه الاحتياط. شفنا ايضا قندوسي متواجد، وشفنا ايضا في مناطق الدفاع محمد اشرف، وشفنا ياسر ابراهيم، وشفنا كمان رامي ربيعه، وشفنا خالد عبد الفتاح ايضا، ومصطفى شوبير في حراسه المرمى. طبعا بعد اصابه علي لطفي واصابه طبعا الحارس الاساسي محمد الشناوي، اللي بالمناسبه ان شاء الله هيتواجد محمد الشناوي في مباراه الوداد المغربي وهيبقى جاهز بنسبه 100%. مطمن كل جمهور النادي الاهلي. الشناوي يعني وجوده في مباراة الوداد المغربي هو أمان للمدافعين وأمان إن شاء الله وطمأنينة لكل جمهور النادي الأهلي. النهارده بدأت المباراة. كان أحداث الشوط الأول لم تكن أفضل شيء للاعيبة النادي الأهلي. يمكن كده حتة الانسجام ما بين اللاعبين ما كانتش متواجدة، ما شفناش أي فرص حقيقية في الشوط الأول للاعيبة النادي الأهلي. الكابتن عماد النحاس كده دفع بمجموعة من اللاعبين الشباب في مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي، وشفنا ضغط كبير شوية من لاعيبة طلائع الجيش، وفعلا كان في أكتر من كرة كانت خطيرة على النادي الأهلي، لولا يعني إن هي في كرة أو اتنين اتشاطت بره المرمى. اللي دخلنا لاحداث الشوط الثاني كان في ضغط كبير من لاعيبه النادي الاهلي في بدايه المباراه. شفنا النادي الاهلي بيرجع بضغط عالي. فعلا حصل ان في خطا دفاعي مشترك مع حارس مرمى طلائع الجيش انه يطلع الكوره بتوصل السوليه وصلها لمجدي قفشه، اللي بص حواليه ولف كده ملقاش اي من اللاعبين، فحط كده واحده من بتوع القضيه ممكن، وهدف كان هدف رائع وتسديده رائعه من محمد مجدي قفشه، ركنها كده على شمال الحارس اللي لا تصد ولا ترد عشان يعني يفك الاشتباك ويحرز النادي الاهلي الهدف الاول. استمرت بعد كده النادي الاهلي وتحسن اداء النادي الاهلي بشكل كبير في احداث الشوط الثاني، الى ان وصلنا كده الى الدقيقه 90 تقريبا في نهايه المباراه، وضربه جزاء للنادي الاهلي بعد لمس كده اللاعب متعمد من طلائع الجيش للكره وهي يعني داخله على المرمى، واللاعب اخذ طرد في الكره دي. يعني تقدم عمرو السولية متخصص ضربات الجزاء في النادي الاهلي ليحرز ايضا تسديده قويه وهدف يعني من تسديده رائعه على يمين الحارس، ايضا لا تصد ولا ترد عشان النادي الاهلي يفوز بنتيجه 2-0 في احداث المباراه. النادي الاهلي بتشكيله من اللاعبين الاحتياطيين بيواصل مسيره الفوز في مباريات الدوري المصري، ويوسع النادي الاهلي الفارق مع اقرب منافس للنادي الاهلي هو فريق بيراميدز. لكن الفارق دلوقتي وصل في عدد النقاط الى 4 نقاط ما بينه وما بين النادي الاهلي، ويتبقى للنادي الاهلي 4 مباريات مؤجله. يبقى ان شاء الله النادي الاهلي قدامه 5-6 مباريات، لو فاز فيهم ان شاء الله يعني هتكون موضوع حسم الدوري اقترب تماما او شبه انتهى للنادي الاهلي. وده اللي عايزه مستر كولر واللاعبين. مسافه مستر كولر عايز يريح نفسه ويريح اللاعبين ويبدا بقى عمليه التجهيز لنهائي
دوري ابطال افريقيا. في احداث المباراه كمان شفنا كان هناك اصابه للحارس الثالث مصطفى شوبير، الحارس الواعد للنادي الاهلي، كانت اصابه كده في الحاجب. لاعب طلائع الجيش كده يعني بسترز الحذاء او بوش القدم، يعني خبط مصطفى شوبير كده في حاجبه، واستكمل مصطفى شوبير ورفض انه طبعا يخرج، او مش عايزين نقول انه هو رفض، ولكن يعني تحامل على نفسه كده واستكمل المباراة عشان دايما يطمن جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده حارس احسن حارس في افريقيا، وعنده علي لطفي حارس متميز وحارس حينما يحتاجه النادي الاهلي بيسد ويدافع عن مرماه. والنهارده شفنا ايضا مصطفى شوبير واقف على رجله كويس جدا، ان شاء الله حارس يكون ذو مستقبل للنادي الاهلي. في نهايه الفيديو عايز اقول شيء، ان اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي واللاعبين الاحتياطيين، مستر كولر ما عندوش لاعب اساسي ولاعب احتياطي. هو قالها في احد المؤتمرات الصحفيه ان هو اللاعب اللي بيديله 100% هو اللاعب الموجود في الملعب، ولكن بكل امانه يعني هناك فارق ما بين التشكيل الاحتياطي والتشكيل الاساسي للنادي الاهلي. بنشوف التشكيل الاساسي على مستويات عاليه، وعمليه الباص والتسليم والتسلم وفتح الفرص وعمل مثلثات ما بين اللاعبين وبعضها، ويعني تبادل المراكز كده على مستوى عالي. يمكن اللعيبه الاحتياطيين شويه ما بيقدروش ينفذوا كل التعليمات، يمكن عشان اقل شويه في المستوى من اللاعبين الاساسيين، او ان هم اقل في التواجد في الملعب، او زي ما بيقول مستر كولر ان انا عندي اللعيب اللي بيبذل 100% من مجهوده في التمرين هو ده اللاعب المتواجد وهيكون اساسي. النهارده كسبنا عوده محمد مجدي قفشه مره اخرى للتهديف. نتمنى طبعا احد القاضيات تكون في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي في قادم المواعيد وحسم بطوله الدوري، وايضا عوده الاميره السمراء مره اخرى لقلعه النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.